ازيكم يا بنات يا حلوين، عاملين ايه؟ اخباركم إيه؟ النهارده جايبين لكم تحفه فنيه. معلش عشان عندي برد وصوتي مش واضح. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا الطعامه، مفيش بعد كده حاجه كده ما تخطرش على البال. حاجه انتوا مش هتتخيلوا دي ايه. والله مش هتصدقوا دي اتعملت من ايه. بصوا الجمال، تنفع تتحط على السفره، تنفع تحطي فيها العصير، تقدمي فيها العصير تبقى تحفه. تنفع للميه، هي اساسا ازازه ميه بلاستيك. اللهم صل على النبي. طبعا البلاستيك انتوا عارفين بعد فتره لونه بيتغير، بيبقى شكله مش حلو. نسيبه بقى شكله مش حلو ولا نرميه ولا نبدعه ونخليه جميل؟ على فكره انا استعملتها ومع الميه وما بيقعش اللولي اللي عليها ده والحاجات اللي عليها ده. اولا ممكن نعملها ايه، نحطها في النيش، وساعة ما يبقى عندنا ضيوف نقدم فيها العصير، تبقى على الترابيزه كده، على الصينيه، مع الايه، مع الكاسات او مع الكوبايات، شكلها تحفه. او نقدم فيها الميه زي شغلتها العاديه، او ابسط حاجه خالص نحطها على السراحه او في النيش ديكور. بصوا شكلها جميل، شكلها تحفه تحفه تحفه. شفتوا شكل الازازه كان عامل ازاي ودلوقتي بقى شكلها عامل ازاي؟ انا مقتنعه ان الستات مبدعين، الستات مبدعين وجبارين وما شاء الله عليهم، مفيش حاجه تقف قصادهم، ولا في حاجه ما يقدروش يعملوها، يعرفوا يعملوا كل حاجه. بص الحلاوه والجمال والابداع والابتكارات. ايه ده؟ ايه كل الحلاوه والجمال دي؟ بصوا الجمال، بصوا. والله التصوير مش مطلع حلاوتها. التصوير مش حلو، يعني مش مبينها على الحقيقه. بالله عليكم لو عجبكم الحاجات اللي احنا بنعملوها، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وجديد من ابداعاتنا. والله عندنا حاجات ابداعات كتير مش عند حد. كل اللي احنا محتاجينه اهو اللولي والازازه القديمه، ماشي، وطبعا مسدس الشمع والشمع والبتاع اللي احنا بنمسك بيها دي. واشتغلوا بقى وارسموا وتكتكوا وحركوا وظبطوا انتوا زي ما انتوا عايزين. انا قلت لكم ما بعملكوش حاجه معينه، انتوا ممكن تعملوا اللي انتوا عايزينه، الرسمه اللي انتوا عايزينها بالطريقه اللي انتوا عايزينها. فاهمين؟ يعني ممكن انتوا ترسموا وتبدعوا وتخططوا. اللي بيعرف يرسم، انا بصراحه ما بعرفش ارسم، انا بعملها بالبركه كده والحمد لله بتطلع ايه، بتطلع حلوه يعني. اهم حاجه ان اللهم صل على النبي، ده بلاستيك يعني ما تحطوش شمع كتير عشان السخونيه بتاعته ما تسيحش البلاستيك. تحط شمع بسيط وتيجي رص عليها الايه، اللهم صل على النبي، اللولايه. بص بحط شويه شمع. الشمع ده انا هشيله عشان لزق زاد مني. بصوا هي طبعا هتطول وتغيب، انا بس بوريكم اول حته وبعد كده الفكره وانتوا تكملوا بقى. ماشي اهو. عملت اول صفين، بقيت احط الشمع واحط اللولي لولي لولي لحد اللافه كل ما واللي انتوا شايفينها ازازه كنز، ازازه كنز عملتها حصاله تحفه تحفه تحفه. والله العظيم طالعه جميله جدا، طالعه جميله بجد يعني، بس ما صورتهاش وانا بعملها. بصوا الجمال التليفون عشان انا اللي كنت ماسكاه الدنيا كانت بايظه بمسك بايدي وشغاله بايد. بص المهم ايوه بنفس الطريقه كده، تحط الشمع وترصي جنب بعض، تحط الشمع وترصي جنب بعض، وتنزلي الدور اللي بعديه والدور اللي بعديه وهكذا. هنكمله بقى شويه حلوين كده. بص ازازه الكنز عامله ازاي. ابص انا سبتكم شويه، عملت ايه، عملت كذا دور، لفيتها لحد الربع اهو. طبعا لو كملت لحد الاخر كانت هتبقى حلوه، بس برضو كانت هتاخد مني ايه، لول كتير. وبرضو حبيت اعمل فكره ايه جديده. بص اهو، اهي بالطريقه دي كلها عملتها بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. الحبه اللي فاتت عشان كنت ماسكه التليفون ما كانش واضح. بس اهو. وانت قاعده تتسلي، ده انت ممكن تجيبي مشروع، تجيبي ازاز وتعمليها وتبيعها بالشكل ده، تبقى مشروع حلو. هنكمل بقى. ديت بتاع من هي الشجره اللي زرع الزينه اللي عندي، قطعتها منها.
هلزقها كده هتعمل شكل جميل جدا. هلزقها برضو بالشمع، لازقه جدا وثابته جدا، لان فيها بلاستر، والبلاستيك مع الشمع كله مع بعضه ملزق جامد جدا، ومنها توفر وتعمل شكل حلو. بص لزقتها كده، وهكمل بقى بقيه الحتت الفاضيه، احط شمال ويمين ونطور شويه لولي بقى كده باشكال، تعمل شغل حلو. بص كده، وتتكي مسدس الشمع عشان ما تلسعيش، عشان البتاعه دي مخرمه. بس بعد ما لزقتها حبيت ايه انطور عليها شويه. بص حطيت على ورقه الشجر لولي مفرط كده. بعد كده بص هعمل خطوط الرسمه اللي انت عايزاها بقى، والشكل اللي انت عايزاه. أنا ما بحددلكيش، انا والله ما ببقاش محدده، انا زي ما بتيجي معايا، وبيطلع الشكل حلو في الاخر. انت برضو نفس الوضع زي ما تيجي معاكي. هنقعد نعمل اشكال بقى، نملى كل، بص هنعمل بالعكس، نملى كل الفراغات، لان طبعا البلاستيك شكله مش حلو وانا عايزه اداريه على قد ما اقدر. هنكمل بقى كل ده ونرجع لكم، هتشوفوها في الاخر تحفه فنيه مفيش بعد كده، والله العظيم تحفه فنيه مفيش بعد كده. جميله ديك شفتوها في الاول، لو بقى حابين تابعونا ونورونا وشرفونا. اهو بصوا الجمال، بص اهو عملت خط هنا وخط هنا، واللون المتفرد ده شكله جميل جدا. بصوا الجمال. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ قولوا رأيكم بحقيقة، وتابعونا، تابعونا بالله عليكم.